لا انا مش بتاع عربيات، انا بحب العربيات. ايوه. فعشان بحبها وبشبه كل حاجه بيها، فالناس ربطت الاسم بالعربيات ايوه بس انا عارف بس ان اخر وضع ليك في العربيات ما كانش حلو، العربيه اللي اتسرقت، تحكي لنا عنها. العربيه اللي اتسرقت. اللي إيه رحتوا العربية جبتوها من تحت البيت انت ومؤمن، احكي لنا. لا دي مش عربيه. لا مش عربيه اتسرقت. اول ما بدات ريستيت جيت في النص قلت عايز ارجع تاني، بضغط يعني من الوالد ارجع تاني، ارجع صيدله تاني. فجربت ارجع، قعدت مع سي او شركه مالتي ناشونال في الدواء يعني. قال لي انت سبيشالايزد ولا جنرالايزد؟ قلت له انا ام سبيشالايزد، ان هو انا ببيع، انا سيلز، ببيع برودكت، مش ما عنديش فيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه سوشيال ميديا غير واتساب، ده اللي بستخدمه. بس انا مبسوط كده برضه اكتر، ده في راحه كده، هدوء اكتر ليا. بس انا بحب يوتيوب مثلا، ده اللي بعرف منه الاخبار. انا الحمد لله توفقت الحمد لله يعني ان انا اشتغلت في براند نيمز، فالبراند نيمز كلها كان دايما بتبقى فيها ارقام كبيره، فما كنتش مش بحتاج ان انا يعني بوم هيلز، اعمار، سيتي اس اي دي برضو قصه نجاح، سيتي ادج، كل دول شركات كبيره قوي، فكانش محتاج ان انا ابص لحد ارقامه اقل، هي تقريبا بقيس بالارقام. فكانش في حد لا فايتني حاجه، ممكن لونش يعمل ارقام كبيره قوي عند ديفلوبر. النهارده معانا في البيت كاست حد من اعز الناس الى قلبي، ما كانش ينفع ننهي الموسم الاول من غير ما استضيفه معانا. هو النهارده عم دهب العقارات، واحد من اعز اصدقائي وله فضل كبير في اخر 3 سنين في حياتي. هتعرفوا في الحلقه هو عمل ايه في حياتي وغيرها ازاي. معانا النهارده اهم واحد في العقارات، اسلام عصام. ازيك يا سولو؟ ازيك يا استاذ حارتي؟ عامل ايه الاخبار؟ قول لجمهورك كده. عايزين نعرف ليه يا عم ده. دي اطلقوها عليا في اعمار عشان انا بقى مرتب كل حاجه وبحسب كل حاجه كده بالظبط يعني، فاطلقوا الاسم ده عليا. بس انت مبسوط بالاسم ده؟ هو ما ليه معنى تاني، عم دهب. عم دهب معناه انه بخيل، بس هو مش بخل. ما بشوفش بخل والله. هو اسمه اطلقوه كده في انسيدنت حصلت وبعدها عايزين نعرف. لا مفيش. لما بحب احسب حاجه، بحب اعمل حاجه، بفضل اذاكر كويس قوي وبحسبها كويس عشان تطلع مظبوطه يعني. انا حاسك تنشن كده، ليه متضايق؟ في الاول الشهره عايزه مننا ايه؟ طيب السوق العقاري بعد رمضان متوقعه فين؟ طيب ده سؤال حلو قوي. احنا بنعرف نبدا. طب قبل رمضان كان السنه اللي فاتت كانت سنه حلوه قوي على كل الديفلوبرز، واول السنه دي برضو كانت حلوه قوي. كانت الناس عندها تخوف من حته التعويم والدولار والذهب وكده، فبدات الناس عشان تتحوط توزع فلوسها في ريل ستيت، في ذهب، في دولار. اللي بيعرف كل واحد اجتهد في عربيات، في ساعات، في كل واحد اجتهد في الحته اللي هو بيعرف يعملها، او اللي هو مستريح لها، او حاسس ان دي اللي هتبقى اللي تامنه اكتر شويه. فبدات الناس تتوجه للعقارات. اغلب الديفلوبرز يمكن كلهم باعوا كويس قوي السنه اللي فاتت، ارقام ما كانش حد متوقعها. اول السنه دي برضو قبل ما التعويم يتعمل الاخير كانت الناس برضو بتشتري كويس قوي. بعد التعويم البيهيفير بتاع الكلاينت اتغير، لانه لا الدنيا بقت ستيبل خلاص، فهو مش محتاج يتحرك بالسرعه اللي كان بيتحرك بيها قبل كده، فوقف يتفرج. وده لازم احط نفسي مكان الكلاينت برضو. انا نفس الفكره، بقف اتفرج شويه، اشوف الدنيا هتطلع تاني هتنزل تاني، هدي البيس بتاعي شويه في شراء او بيع. وده بالفعل اللي حصل يعني. لو شفت برايمري او ريسيل كانت الناس شغاله كويس قوي. دلوقتي الناس تقولك لا مش هبيع. فدلوقتي الدنيا لا بس اهدى شويه. الدنيا ما كانتش احلى حاجه في رمضان. ما انا بقول لك اول شهرين في السنه كانوا حلوين قوي. شهر 3 هو اللي بدا يهدي الدنيا شويه، وكده كده رمضان الناس بتبقى البيس بتاعها اهدى من الطبيعي برضه. خلصتوا انتوا المشروع بتاع الساحل؟ الحمد لله خلص كله لله. قبل راس الحكمه وقبل وجع الدماغ. الحمد لله. هو مشروع كان احنا كان عملنا لونش انت برضو بترجعني للمشاريع بتاعتنا. احنا عملنا لونش من 2 أو 1.5 سنة لتاون هاوسز في الساحل. دي اتباعت في 1.5 ساعة تقريبا. كانت ريدي تو موف، لوكيشن حلو قوي. فاكوردنجلي الشركة طرحت مشروع تاني في الساحل برضو، اتباع كويس قوي وبدأ يخلص. بس ده خلص عكس المتوقع. كان متوقع في الأول عشان ريدي تو موف.
لا المشروع الجديد مش ريدي، القديم كان ريدي تو، الجديد كان اوف بلان، وكان دايما التيكت برايس الصغير بيتحرك الاول. ده كان عكس المتوقع، اليونتس اللي سعرها كبير قوي هي اللي اتحركت الاول، وجراديولي قعدت الحاجات كلها تخلص لحد ما كله خلص. عم دهب بتاع عربيات ولا بتاع عقارات؟ لا انا مش بتاع عربيات، انا بحب العربيات. ايوه. فعشان بحبها وبشبه كل حاجه بيها، فالناس ربطت الاسم بالعربيات. ايوه بس انا عارف ان اخر وضع ليك في العربيات ما كانش حلو، العربيه اللي اتسرقت، تحكي لنا عنها. العربيه اللي اتسرقت؟ اللي رحتوا جبتوها من تحت البيت انت ومؤمن، احكي لنا. لا دي مش عربيه لا مش عربيه اتسرقت ده واحد اختلف مع واحد، واحنا كنا الوسطاء في النص. انت بتشتغل في العربيات كمان؟ لا ما بشتغلش فيها، ده كلاينت معرفه نصب عليكم يعني؟ شبه اتنصب عليه، واحنا كنا في النص يعني اللي بنحكم، فوصلنا لحل وسط الحمد لله. بس رحت خدت العربيه من تحت البيت؟ انا رحت جبتها للراجل صاحبها. وحش. لا هو كنا في النص يعني، دي حقوق يعني. انت ايه اكتر العربيات اللي بتحبها؟ انا بحب المرسيدس، بس علشان هي انا بزهق فبغير العربيه كتير، فالمرسيدس اكتر عربيه بتحتفظ بسعرها، فدايما بحب انا اجيب الحاجه، عشان كده برضو اسمها مدام، بجيب الحاجه اللي سعرها فيها يعني، مش الحاجه اللي عجباني، احب الحاجه اللي سعرها فيها اكتر بعد كده تعجبني. نعرف بقى دكتور اسلام ازاي من دكتور لاشهر واحد في العقارات في بالم هيلز. مش اشهر واحد انا اتخرجت من صيدله عين شمس. بعد كده قعدت اجرب شركات وصيدليات، بعد كده صديق ليا، ينفع اقول الاسامي ولا؟ صديق اسمه عمرو فايز. عمرو فايز طبعا عارفه. مشهور طبعا برضه في الريستيت وقديم قوي. ده انا اتصورت معاه هو والعبار. ايوه فاكر انت صح الايفنت اللي كان في مراسي. جه قال لي تعالى جرب، فقلت له اجرب ايه، وكان في ريزيستنس طبعا مرعبه من ابويا يعني. قال لي ايه اللي هتعمله، هتسيب الفيلد بتاعك وهتروح لحاجه وهتبيع عقارات فقلت له هجرب. فرحت جربت. قال لي ببساطه انت كل عليك تذاكر بروجكت وجيب كلاينت تشتري. فرحت، دي كانت اول كلاينت يعني ليا، فجبت كلاينت ده 2000 ده ماونتن فيو هايد بارك كان في وقتها. سنه كام تفتكر؟ 2012. يا لا 2011. فجت كلاينت اشترت، لقيته بيقول لي انت كده ليك، انا فاكر رقم 5000 جنيه. فقلت له 5000 جنيه، انا كمرتبي في الدواء في شركات الادويه بقى مرتب، طبعا هم بيدوك حاجات تانية، بيدوك عربية، بيدوك لابتوب، وبيدوك موبايل وكل الحاجات دي، بس ده مش كانش النيد بتاعي يعني. كلنا عندنا موبايلات، كلنا عندنا عربية، وكله عنده لابتوب، فده مش النيد بتاعي يعني. فلقيته بيقول لي خد 5000، فحسبتها 5 في 4 ب20، ده طموحي ساعتها بقى. فانا كده جبت في ظرف شهرين 3 اجيب مرتب السنة كله. فقلت له لا انا معاك. بس هو طبعا وكملت بقى. تقول لنا يعني كنت فين، شركات ايه عشان الناس؟ طيب انا بدأت من 2012 يعني. بدأت في الشركة بتاعت صديقي ده، شركة بروكريدج. قعدت الحمد لله ابيع وكنت من التوب اتشيفرز. بعد كده قلت له عايز اجرب اروح ديفلوبر، حاجة جديدة. كانش لسه بقى ساعتها في بروكريدج كتير قوي، ولا ديفلوبرز ما كانوش لسه بيصرفوا ماركتنج المرعب ده والحاجات دي كلها. فرحت اعمار، قعدت فيها سنة، وكنت بشتغل دايركت سيلز، يعني احنا بنجيب اور اون كلاينتس او الشركة بتدينا ليدز من عندها. فكان في انا بالصدفة يعني الحظ خدمني، اصدقائي اغلبهم في ريستيت اللي كانوا دفعتي في المدرسة. فواحد فشجعني، عمرو شجعني اروح اعمار، ورحت اعمار. بعد كده رحت بالم هيلز، دي بداية الشغل الاندايركت بقى، وان انا اتعلمت حاجة جديدة يعني، وكانت من بدايتها بالم هيلز. بعد بالم هيلز بقى طبعا اخدت السايكل الطبيعية، غلط او صح كلنا مشينا في السايكل دي، بتتعلم حاجات وبتخسر حاجات، وبتجري شوية ورا فلوس، شوية ورا تايتل، شوية ورا اسم شركة، شوية انت بعد اعمار رحت بالم هيلز ولا قبل بعد اعمار؟ رحت بالم هيلز، وبعد بالم هيلز رحت سيتي ادج، وبعد سيتي ادج رجعت اعمار تاني. رجعت اعمار، ورحت اس اي دي في شركه دلوقتي، اس اي دي، الشركه السعوديه المصريه للتعمير. خلينا نقول الطب فايدك بقى في العقارات؟ طبعا يعني بعد يعني بعد يعني في الناس بتتعلم طب او صيدله عشان هو متمسك
بالكارير ومتمسك بالكلام ده، انت ضيعتها كله عشان شفت بيزنس وايز. فادتك بقى الموضوع ده؟ هقولك انا اول ما بدات ريستيت جيت في النص قلت عايز ارجع تاني بضغط يعني من الوالد، ارجع تاني ارجع صيدله تاني. فجربت ارجع، قعدت مع سي او شركه مالتي ناشونال في الدواء يعني. قال لي انت سبيشالايزد ولا جنرالايزد؟ قلت له انا ام سبيشالايزد، ان هو انا ببيع، انا سيلز، ببيع برودكت. فقال لي مش غلط ان انت تغير البرودكت اللي بتبيعه. انا كده كده الميديكال راب اللي هو الصيدلي هو بيسوق للبرودكتس بتاعت شركه الادويه، صح. فبقى يعني عنده نفس sales برضو. الشركه سيلز برضه، عنده نفس الفكره، ديفلوبرز وكلاينتس وكل حاجه. ديفلوبرز هم الدكاتره ببساطه، او الكلاينتس هم الدكاتره، والديفلوبرز اللي هم شركات الادويه. فالكلاينتس بتوع اللي هم الدكاتره لازم اديهم سيرفيس، لازم يبقى في اونستي، لازم يبقى عندهم اويرنس كويسه للدواء. نفس الحاجه للبرودكت بتاع ريستيت، لازم يبقى عندك اويرنس للبرودكت، لازم يبقى عندك الهيستوري بتاع البرودكت. ودي مش يعني 70 او 80% من الناس ما بتعملهاش. انا اول ما رحت بالم هيلز، رحت لصديقي كان اللي هو عمرو ده، كان قديم قوي في بالم هيلز يعني، وكان سابها ساعتها. قلت له احكي لي الهيستوري كله اللي عدى عليك. انت بتحب تسمع القصه لازم عشان تبقى عارف تسعر ازاي، تقول للكلاينت الابريشيشن كان من كام بقى كام. ريل ستيت دلوقتي الناس مش بتعمل كده يعني. انا بقعد انصح التيمز عندنا، ذاكروا، اعرفوا الهيستوري، شوفوا البرودكتس التانية كانت بتتباع بكام، وصلت لكام، عشان يعرف يقول الكلاينت هابريشيت كام في قد ايه. تعامل السوق وتقول ان هو هيت اند ران. لا، في ناس فاكره كده، بس هو لما بيدخل في الموضوع باي اكسبوجر وباي تايم بيكتشف ان هو بيشوف الاسعار بتزيد، فبيعرف بقى يحكي الهيستوري، هيعمل الهيستوري بتاعه. بس عم دهب انت مش شغال على بيرسونال براندنج عشان الناس تفهم القيمه؟ بمعنى يعني انت اصلا ما عندكش فيسبوك؟ اوكي. لا، انا عشان لما اقعد مع كلاينت يعني ابقى احكي له واقول له الابريشيشن قد ايه. انت بقى بتعمل ايه لنفسك عشان تسوق نفسك؟ لا، انا ما بعملش حاجه. انا بيبقى ليا اصدقاء زي سحرتي مثلا، زي مش من غير اسامي كده، فكلنا النتورك بتاع الريل ستيت معروف. ايوه بس الدنيا بتتطور يعني. الديناصور انقرض عشان هو ما بيتطورش. الفيسبوك كان كنتش بعرف منه، انا قفلته 2014، كنتش بعرف منه غير مين مات او عيد ميلاد مين، وكان بقى وقت الاحداث السياسيه وكده، فكان بيخلي الواحد يهبطه شويه. مش ناوي تفتحه تاني؟ جربت افتحه، لقيت نفسي تايه فيه، مش عارف اعمل فيه حاجه، ولسه محتاج اعمل اد وبتاع. التكنولوجيا از everything. هي مهمه طبعا، ما فيش شك منه، بس انا اولد سكول شويه. انا مستريح كده، مبسوط كده اكتر يعني انت دايما مختفي والقيمه مش موجوده، بس احنا عندنا قيمه كبيره ممكن نعرفها للناس. ده حقيقي. انا ما بظهرش يعني، مش ما بظهرش، ما عنديش فيسبوك ولا انستجرام ولا اي حاجه سوشيال ميديا غير واتساب، ده اللي بستخدمه. بس انا مبسوط كده برضو اكتر، ده في راحه كده، هدوء اكتر ليا. بس انا بحب يوتيوب مثلا، ده اللي بعرف منه الاخبار. ان هو شغال في التكنولوجيا بس مش فاتح غير اوليكس، لا بيبيع ويشتري بس. دو بيزل برضه بعرف منه التسعير عشان اعرف الحاجه بتتباع بكام، بتسعر ازاي، ويوتيوب بيعرفني الاخبار بقى، ايه اللي بيحصل. ايه الكوادر اللي انت بتستفيد منها في الماركت؟ كوادر ازن افراد؟ يا في كتير قوي. كل يعني قول لنا شخصيه مثلا انت استفدت منها وشايف ان هو شاطر جدا. في كتير قوي شاطرين، مش عشان ما نقولش حد. 4. خلي بالك احنا الريل ستيت كلنا عارفين بعض. قول لي 4. لا، كل اصحابي بستفيد منهم. مين اكتر واحد صاحبك جه في دماغك اول ما قلت لك غير عمرو فايز؟ لا، كل واحد من غير ما اقول اسامي، كل مدير اشتغلت معاه اتعلمت منه حاجه. حتى لو قال لي حتى لو حاجه ان باد واي، انا خلتني جت موتيفيتد ان انا احسن واعمل واتغير واخدها تشالنج ان انا اثبت حاجه. فكل واحد اضاف لي حاجه، انت بتضيف لي حاجات وانا بضيف لك حاجات، كلنا بنضيف لبعض من غير ما نحس حتى. وغالبا على فكره البودكاست اللي عاملاها انت كلها قبل كده، كل الناس اجمعت يعني. لو سمعت كل الفيديوز القديمه هتلاقي بتاعتك، هتلاقي كل الناس اجمعت على نفس النقطه، ودي حقيقه. هي انت بتتعلم من كل واحد. طب مين الشخص الملهم في حياه اسلام؟ ملهم يعني رول موديل، حد عظيم جدا 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 في حياته. هو شايف ان حد عظيم. في ناس في حياتي انا حاجه شخصيه يعني. طبعا غير شيري اللي كانت بتكلمك كنت تديك سبورت، لازم تقول لها. مراتي طبعا. هي اللي برجع لها طبعا في كل حاجه، هي بتوجه معايا.
بس والدي والدتي طبعا يعني، والدتي ووالدي هما الاثنين اكتر. تحكي لنا موقف كده مؤثر في حياتك مع والدتك الله يرحمها. مؤثر؟ لا في حاجات كتيره طبعا. انت هتقعد تقول لي في حاجات كتير، ما تقول لي حاجه انا عايز اسمع موقف حاجة. مؤثر ولا موقف كوميدي يعني؟ اي حاجه من اللي انت حابب، الموقف اللي جه في دماغك ان انت تحكيه. هيبقى حاجه بس مش عارف ينفع تتقال ولا لا. لا ينفع، قول. مره زمان كان ايام زمان كان مفيش براندز بتتباع من حتت كتير يعني. عشان تجيب ديزل لازم تجيبه مثلا من السعوديه، من الامارات. ما كانش في حاجه. فرحت قلت لها ماما انا عايز اجيب بوكر. قالت لي بوكر؟ قلت لها قالت لي لا براندز تانية مش هنجيب. قلت لها بوكر ده مش براند ده. يعني دي جامد، حاجه جامد. دي كانت حاجه قالتها لي يعني. عرفنا ان من مقدسات الاسلام خالص ان هو بتخاف على حاجتك وعربيتك مش بتخلي حد يركب فيها. ده السيلز. طبعا. انا بحب حاجتي تبقى قدامي كلها محافظ عليها مرتبه، حاجات معينه مش كل حاجه يعني. انا في البيت مبهدل في حاجات طبعا. العربيه دي بالنسبه لي اهم حاجه يا جماعه. لو دخلتوا بيت اسلام هتحسوا ان هو دخلتوا متحف. عنده في كل ركن كده حته ياباني، حته صيني، حته. ده والدي مهندس عصام هو اللي بيقسم لنا الحاجات دي. العربيه بالنسبه لي دي صاحبتي، فما ينفعش حد يعني. انا بحبها وبحب احافظ عليها من تاني عشان برضه انا بحب ابجريد كل شويه وبحب ابيع، فلازم تبقى حالتها كويس. ويمكن ده بيخليني ما استمتعش بيها برضه، بس انا مستمتع بان هي كويسه. فاكر الديل اللي انت قفلته بالمثل اللي هو لو حبيبك حمار ما تلحسوش طول النهار ده؟ لا مش فاكر، اصل بقوله ناس كتير فمش فاكر. الديل، قفلت ديل لو حبيبك حمار ما تركبوش طول النهار ده طب قول لي في مشروع شركه ايه؟ شركه السعوديه في اللي انت في عميل دخل طلب منك اكسبشنز وانت قلت انت اللي حكي لي الموقف ده فتحكيه. فقلت له بقول لك ايه، انت لو حبيبك كان في بالك ديل يمكن. بالك ديل. في بالك ديل كان برقم كبير شويه. في كلاينت كل شويه يجي ويطلب اكسبشن. كانت شركه مالتي ناشونال كانت عايزه مبنى يعني. فكل شويه يطلبوا حاجه. فانا تعبت بقى منه بقى خالص. المثل ده كان قالوا لي على فكره واحد بتاع عربيات كان كنت بفاصل معاه، هو دمه خفيف يعني. فقال لي المثل ده اللي هو زي قلت له زي حبيبك عسل ما تحسوش كله يعني. قال لي لا ده عندكم انتوا، بس عندنا هنا حبيبك حمار ما تركبوش طول النهار. فقلت له للكلاينت من ضغطي قلت له بقول لك ايه بقى. فهو راح ضحك زي ما انت ضحكت كده وقال لي طب خلاص مش هتك يعني. خلينا نرجع للعقارات تاني. انت في العقارات شايف ان في مشروع مثلا كان نفسك تبقى جواه وعمل نجاح كبير قوي؟ لا خالص. لا خالص. لان انا الحمد لله توفقت الحمد لله يعني ان انا اشتغلت في براند نيمز. فالبراند نيمز كلها كان دايما بتبقى فيها ارقام كبيره. فما نجاح. كنتش مش بحتاج ان انا يعني بالم هيلز، اعمار، سيتي اس اي دي برضو قصه نجاح، سيتي ادج، كل دول شركات كبيره قوي. فكانش محتاج ان انا ابص لحد ارقامه اقل. هي طبعا بقيس بالارقام. فكانش في حد لا فايتني حاجه. ممكن لونش يعمل ارقام كبيره قوي عند ديفلوبر، بس في الاخر بنتجمع كلنا او احنا او حد بيسبق. بس يعني في ساعتها بيبقى رقم كبير. ممكن شركه انا بايع ب 3 مليار، انا بايع ب 4 مليار في اللونش. بس في الاخر شوف في اخر السنه هو بايع بكام وشركتك هتبيع بكام. هتلاقي ان شركتك هتبيع برقم كبير برضه. فما فيش يعني اللي بيسمع ارقام ويجري ورا الحاجات اللي بيسمعها دي، وساعات الارقام ما تبقاش حقيقيه. في ناس كتيره بتقول ارقام مش حقيقيه. رايك في الموظفين صحتهم النفسيه اهم ولا انه يشتغل ويخلص اللي عليه اهم؟ بص بقى، ده انا اتعلمته مع الوقت. كنت في الاول ما بصش. انا يعني انا كان عندي تارجت ان انا عايز اعمل حاجات وعايز يبقى معايا. لما شفت ان في فلوس ممكن تلجاب وان مفيش ليميتس فعلا، فبقيت شايف ان الحياة كلها شغل. فكنت لما بقيت مدير كنت بقعد اضغط على اللي تحتي وعايزهم يبقوا شبهي. في واحد قال لي مش لازم كل اللي تحتك يبقى شبهك. انا عارف الشخص ده. لا في كذا واحد قال لا اصلا في شخص كان بيشتغل معاك وحقق ارقام كبيره جدا وقال لي انا لو اسلام عرض عليا ان انا اشتغل معاه تاني مش هشتغل معاه تاني. عشان انا برضه كنت بضغط عليهم. بعد كده مع الوقت اتعلمت ان هو لا فعلا نفسيا ممكن لازم يتحط في ظروف انها تهيئه. لو هو تشوفه متضايق شويه، وبالفعل عملت ده مع شخص يعني من غير ما اقول اسمه. لقيته متضايق ليه، انا متخانق مع خطيبتي ومش عارف ايه. رحت قلت له هات نمرة خطيبتك وصلحتهم على بعض عشان يكمل شغل.
فبدات اتحرك بشكل مختلف، وده بتعلمه. للاسف ما حدش هيعلم حد الحاجات دي، انت بتتعلمها بترايل اند ايرور. يعني اي حد برضه يقول لحد في الريستيت انا هعلمك، انا هخليك، انا مش حقيقي. انت اللي هتعلم نفسك، وانت بترايل اند ايرور هتكتشف ايه اللي انت عايز تعمله وهتعمله ازاي. ملهاش مانيول. يعني لو قلت لي قول لي عملت ايه، لو حاولت تعمله زي مش هعرف، ولا حاولت اعمل سحابتي بيعمله مش هعرف. كل واحد ليه الكاريزما بتاعته، ليه شخصيته، ليه المانيول بتاعه، ليه طريقه القائه، ليه كل حاجه بتاعته. ممكن اخد حاجه حلوه منك واحاول اعدل حاجه فيا، بس ان انا اقلدها او اعمل زيها مستحيل. بص، هو انا هقف شويه عند حاجه لازم تقولها. اسلام من اكتر الشخصيات اللي ساعدتني ان انا اكمل صلاه، اكتر الشخصيات ادتني سبورت. هو حكى لي موقف حصل معاه، فانا عايزه يحكيه للجمهور. انا ما كنتش منتظم يعني. ف لما بحب حد يعني وبحس ان هو ممكن يبقى احسن وانجح وحاجه مش شايفها، كلنا بنبقى عايزين حد يفكرنا زي ما انا حد فكرني. ده جاري قابلني، كنت انا بنزل على صلاه الجمعه زي كل الناس، بننزل على الصلاه على طول، ما بنحضرش الخطبه قوي او نحضر جزء منها. فجي قال لي هو انت كنت فين؟ هو شافني بعد الصلاه يعني، فقلت له لسه مخلص وجاي. قال لي انا عارف، انا نزلت قبلك ولقيت عربيتك راكنه ورجعت لسه شايف. انت السي او بتاعك اسمه ايه؟ اداني يعني، جاب لي الموضوع بطريقه من غير مقدمات، اندايركت واي. فقلت له السي او اسمه كذا. قال لي هو بيقابلكوا؟ قلت له بيقابلنا. قال لي بيقابلك كل يوم؟ قلت له لا مش كل يوم، بس في مديرين ليا بيقابلوني كل يوم. فقال لي طب لو طلب يقابلك كذا مره في اليوم هتعمل ايه؟ قلت له لا بنقابله. قال لي بيديك ميعاد؟ قلت له بيديني ميعاد. قال لي بتلتزم بالميعاد؟ قلت له لازم، ده ميتنج لينا كلنا. قال لي طب ربنا بيقول لك قابلني 5 مرات واعمل لك اللي انت عايزه. وسابني ومشي يعني، ما كملش كلام. فقعدت اقول ايه ده، ايه اللي هو قاله لي؟ ما ضغطش عليا. عاده لما بتقول لحد صلي بينفر او بيبقى حاضر حاضر خلاص، ما تقولش انا عارف انا بعمل ايه، ان شاء الله ادعي لي، الكلام اللي بيتقال عامه ده. بس هو قالها لي بطريقه حلوه قوي ومن غير ما يضغط عليا. فقعدت افكر هو ليه ما بقاش كده يعني، ليه هو احسن مني فيها؟ فعملتها. ربنا يسيبك ويسيبنا عليك. فبدات يعني احاول اهم انجاز بقى عقاري عملته في تاريخ مسيرتك يعني؟ ما فيش انجاز. هو انا مش قديم قوي كده ولا عامل ارقام مرعبه قوي كده. بس يعني الارقام الحلوه كلها بتجاب كل الحمد لله. يعني برضو بقعد اقول للناس كده في التيم عندنا، ما تبصوش ورا التارجت، ما اجروا اعملوا اللي عليكم وابذلوا اقصى ما تقدروا عليه. هتلاقي ان التارجت ده مش هتبص له اصلا، هيجاب كده كده. بس كل واحد قاعد مستني حاجه، مستني ريفيرال، متوقع ان الدنيا اسهل. لا، هي مفيش حاجه هتجيلك، هو انت لازم تبذل افرت مرعب علشان توصل للي انت عايزه، او تبيع او تجيب ارقام او. ففي كل شركه كنت الحمد لله باوفر اتشيف، ما قابلتش يعني مشكله في الموضوع ده خالص. فما فيش اقدر اقول لك انجاز، لان الارقام كلها كانت حلوه الحمد لله بالنسبه لي يعني. سؤال صعب شويه وما تردش عليه بدبلوماسيه. هل انت في الماركت عملت اصحاب ولا كلهم معارف؟ لا طبعا في اصحاب وفي اخوات وفي ناس بتكرهني وفي ناس بتحبني. انا يا عم بتكلم على الحلو. انا كده انت كده هتبقى مكروه عشان يعني انت رخم. لا انا عشان بس ستريت فورد، ما بجملش ساعات الكلام. بس مش اكتر مني. لا انت اكتر مني بكتير، وانا بقيت اعمل معاك كده عشان نعرف نقف في حته مع بعض. صحاب عملتهم في ريستيت، طبعا في صحاب وفي اخوات، وفي اوريدي اخوات بقى اخوات اكتر. اخوات زي اخوات فعلا، مش بقولها كده كلمه راندم يعني في ناس استلفت منهم فلوس. في اول عربيه مرسيدس جبتها استلفت، كان معايا واقفه معايا. انت مشاكلك غير اي مشاكل اي حد يعني. احنا اصلا الاودينس بتاعتنا ناس لسه داخله السيدز، انت بتتكلم على المرسيدس. لا ما انا بقول لك، لا ما انا كان نفسي اجيب، ما انا كان نفسي اجيب ده، ما انا كان نفسي اجيب ده. ما شاء الله يعني، عشان لو حصل لك حاجه بعد الحلقه ده مش في الاول ده. ما انا وبعدين انت ولد برضه اتربيت في مصر الجديده في فيلا، ما تعرفش يعني ايه عماره مثلا الحاجات دي يعني. جيران غلابه دول ولا ايه؟ لا انا اول شيء في ديفلوبر دخلته كان معايا عربيه دخلت لقيت كل السيلز معاهم عربيات حلوه ومش عارف ايه. فقلت لا يعني، لما جالي فلوس الحمد لله قلت اغير. في الاول قبل ما تتجوز وقبل اي حاجه بتبقى مش عامل بلان لقدام قوي يعني، بتبقى عايز تبسط نفسك وخلاص في الاول. فده الحاجه اللي بتبسطني عشان بحبها.
فما جيت اجيبها كانت ما كانش معايا كل الفلوس، استلفتهم من واحد فري ستيت ومش ناسيها له طبعا. هل بتعرف تعمل بالانس ما بين شغلك وحياتك الشخصيه وازاي؟ لا ما بعرفش. يعني ايه؟ انا بحب بحب السيلز، بحب شغلي، فبديله وقت اكتر. يعني انا مثلا ما حضرتش ولادة ابني الاولانيه علشان ما فوتش Q3 في الشركه. انا كانت في امريكا. ايوه، ما انا كان لازم اسافر احضر الولاده، ما حضرتهاش. انا رحت بعد ما اتولد بشهرين، ماشي. وهي مش ناسيها لي لحد دلوقتي يعني. انا بحب الشغل وكين عليه. ما بعرفش اعمل بالانس قوي. هي بقى مراتي هي اللي تقول لي لا لازم نعمل كذا، لازم نسافر، لا خد اجازه، لا مش عارف ايه. فهي اللي بتوجه معايا الحته دي شويه. انا ما بعرفش، انا all the way شغل. طيب خلينا نرجع نسال سؤال. شغل. هل انت من الناس اللي بتاخد مثلا بوزيشن عشان انت عايز تروح له، ولا هو اللي بيجي؟ ما اكيد يعني هي الارقام هتجيبه، بس هل انت مثلا دلوقتي انت كهيد اوف سيلز مثلا انا عايز؟ مش هيد اوف سيلز، انا سيلز دايركتور. يعني وات ايفر المسمى، يعني ايه المسمى؟ ما هو برضو السيلز دايركتور ده في مكان تاني ممكن يبقى CCO، يعني على حسب قوه. ماشي اوكي، مش على حسب يعني. الديفلوبر. بس انا بتكلم على المسميات الاكبر، اللي هي انت مثلا عايز اروح للحته دي كCEO. هقول لك بقى الحته دي المشكله دي في شخصيه اسلام، في شخصيه اسلام ولا في السوق عموما؟ لا مش بتكلم على السوق، انا بتكلم على اسلام. في شخصيتي هي بيجيلك هي ماتيوريتي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في ديفلوبر كنت فيه بعمل ارقام حلوه جدا ومكاني جوه كاني يعني مكاني مش هقول كدايركتور او مانجر او كنت سيلز، بس انا قديم في الشركه فليا وضعي وعارف اعمل كل حاجه ازاي. فكنت مستريح. بعد كده جريت ورا تايتل مره. دي غلطات، وعشان كده بقول لك كل شويه بتتعلم حاجه، بترايل اند ايرور، بتعرف انت عايز ايه، خسرت ايه، كسبت ايه. مره جريت ورا تايتل وما كانش المفروض اجري وراه. فده ردا على سؤالك، التايتل هيجيلك كده كده، ارقامك هتجيبك والتايتل هيجيلك وكل حاجه هتيجي في وقتها. في وقت انت بقى بيحصل لك ضمور، يعني انت you lost passion في الشركه. دور على حاجه تموتيفيت يو، بس برضه ما تقعدش تجري ورا التايتل. هي مش كله تايتلز، حتى في اعمار حصلت مره الCO هو ما شالهاش، بس هو قال ما معناه انا شلت التايتلز. ليه؟ لان انت عارف انت عايز تعمل ايه. انت مش محتاج يبقى فوقيك مدير، انت بتبيع علشان انت عايز فلوس. فانت مش محتاج مدير فوقيك علشان يقعد يقول لك بيع 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 عشان تعمل فلوس. انت المفروض انت عندك جوب ديسكريبشن، عارف انت تارجتك كام، عارف تاوفر اتشيف بكام، عارف البونس اللي هتاخده if you over achieve بكام. فانت مش محتاج تايتل او حاجه علشان تعمل ده. فرد على سؤالك، يعني التايتل هيجيلك، مش محتاج حد فوقيك ولا حد تحتيك، وكل واحد عارف هو عايز ايه. فمفيش حاجه اسمها تايتل، يعني اعتبر مفيش تايتل. يعني انت دلوقتي ما بتجريش، بتعمل اكبر حاجه ممكنه تقدر تعملها، ومش بيهمك بقى تروح للتايتل ولا لا. بالظبط، هو التايتل هيجي وبأدميتك انت بتبقى. هقولها لك بمثال بسيط قوي. انت رحت بواسطه المرور، وده حاجه مؤسفه نقولها، يعني ترخص عربيتك، الضابط هيديك لمين؟ هيوديك للامين. الامين ده قد كده في المرور، صح؟ بس هو بيعرف يعمل كل حاجه، بيعمل حاجات الضابط ما يعرفش يعملها. ممكن يعمل حاجه الليجل الضابط ما يرضاش يمضي عليها، وهو يعملها لك. صح. فهو مش بالتايتل، هي بالاقدميه وبقوتك في الشركه. مش قوتك ازن قوتك الناس بتحبك، الناس انت بشغلك وبيعك واقدميتك هي اللي هتفرض ده في المكان. خلينا نوجه شويه نصايح كده. لو سيلز جديد مثلا جه معاك الشركه، بتنصحهم بايه؟ بتعمل معاهم ايه؟ 5 نصايح كده او وات ايفر. انت اول حاجه شغلنا، بقعد اقول له شغلنا سهل وصعب. سهل عشان هو في الحمد لله ربنا دايما نعمه فيه فلوس كتير، وصعب عشان هو الناس فاكره ان هو لو دخل ستيت هيبقى غني. لا، ما انت لازم تبذل افورت اللي هي اكتيفيتي مرعبه عشان تبقى غني او يبقى معاك فلوس كويسه تقدر تغطي النيدز بتاعتك. فبنصحها، والنصيحه ابذل افورت كبير قوي. طبعا زي ما كل الناس بتقول، ودي حقيقه، حتى الناس انت عملت لها انترفيوز قبل كده كلهم اجمعوا ان علاقتك بربنا دي مهمه قوي. دي حاجه ما ينفعش نتجنبها. في ناس تيجي تقولي طب ما في كذا ما بيعمل فلوس وارقام كتير قوي بس هو بعيد عن مش لازم نحط مثال قدامنا ونمشي عليه. احنا نمشي
بديننا وبحياتنا الطبيعيه. انا مش شيخ على فكره، وزي ما تقولي لابس ذهب وكل حاجه، بس هي دي الايكويشن. يعني شوف اغلب الناس اللي فري ستيت اغلبهم هتلاقيهم قريبين من ربنا بطريقه او باخرى. يعني اللي بيطلع فلوس، اللي بيذبح، اللي بيصلي كتير، ايا كان هو بيعمل ايه. هي دي في واحد قالها لي برضو اول ما بدات، قال لي ان الرزق في السماء وبينزل لك. هتعمل حاجه غلط هيطلع تاني ومش هيروح لحد تاني. فانت دايما خليك قريب من ربنا. وطبعا الاكتيفيتي في الشغل دي كويسه جدا. ما تسمعش لحد، ما تخليش حد يخليك داون ولا حد يموتيفيت يو قوي. يعني خليك طبيعي خالص، ما تسمعش كلام حد. شوف الناس الناجحه وشوف عملوا ايه، اسالهم. اعمل الافورت، اعمل الهوم بتاعك صح، اللي هو اعرف الهيستوري. حاول يبقى عندك ادج عن اللي حواليك. شوف انت الادج ده في شخصيتك هيبقى ازاي واعمله. يعني استخدم شخصيتك ان يبقى عندك ادج عن اللي حواليك. انت شخص روتيني جدا، هل ده بيفيدك في الشغل ولا بيعطلك؟ روتيني لاقصى درجه طبعا. بيعطل ساعات. مش روتيني، انا بحب كل يعني حاجه تبقى معظم الناس اللي systematic. لا. بتطلع من تحت ايدك يا عم ده عايز يبقى خلينا نبعت ايميلات. انا عشوائي برضو. هو على حسب كل الشركه. في شركات عايزه ان انت السيستم بتاعها بيجبرك ان انت تبقى روتيني. في شركات السيستم فيها مش عشوائي، بلاش اقول عشوائي، سيستم مريح شويه ليك. فانت في فلكسبيليتي قويه قوي، فتقدر ان انت تتحرك براحتك. فانا مش روتيني، وعلى حسب الفلو بتاع او دايركشن الشركه ايه انا بروح معاه. ايه المعلومه بتاعت اللي انت بتقولها للسيلز، يعني اللي هو احنا العميل بيشترينا مش بيشتري المنتج؟ دي حاجه مهمه قوي. ايه دايما السيلز ليه بنقول للناس لازم ريحتك تبقى حلوه، لازم شكلك يبقى كويس، لازم تلبس لبس عام ما يبقاش ملفت، ما يبقاش يضايق حد، ما تعملش حاجه غريبه. لازم يبقى شكلك طبيعي، ريبريزنتيف للشركه اللي انت فيها. علشان الكلاينت لما بيقعد معاك ويلاقيك ديسنت ويلاقيك مريح ويلاقيك اونست، فهو بيستريح لك فبيشتريك. هي دي الفكره. وده برضو نرجع ليه للعربيات. انت لو رحت تشتري قدامك عربيتين، عربيه مبهدله يعني متربه بس كويسه طبعا، وصاحبها شكله كويس ولابس كويس وبيتكلم كويس وظريف كده، هتستريح. غير عربيه تانية متلمعه قوي وصاحبها حسيته مش مريح ليك وشكله غريب بالنسبه لك. مش شكله غريب وحش، لا، شكله غريب على الشكل اللي انت متعود عليه. هتشتري مين فيهم؟ هشتري اللي انا استريحت لها بالظبط، اللي هو صاحب العربيه اللي انا استريحت له. فهي دي فعلا الفكره. انت بتشتري اللي قدامك الاول. وفي ناس حتى هتلاقيها بتقول لك انت كده، وهتلاقي السيلز عندك يقول لك انا اشتريت عشانك. مش الكلمه دي بتتقال للناس ساعات؟ بتتقال. اشتريت عشانك ليه؟ عشان هو ايه الباور او اكبره بايه ان هو يخليه يشتري يونت عشانه؟ هو مش اشترى عشانه علشان هو بيعمل له حاجه زياده او عمل له او بيعمل حاجه غريبه. لا، هو اشترى عشان هو كان مريحه وكان ستريت فورورد معاه واونستي موجوده، واداله المعلومه صح، واداله الهيستوري بتاع المعلومه صح، ومش بيحس ان هو بيبيع له باوفر سيل. فالراجل استريح فاشترى اليونت. خلينا طيب نتكلم عن اسلام اكتر. اسلام شايف مين الرول موديل في العقارات، اذا شركه او بني ادم؟ برضو ده سؤال صعب قوي. ليه؟ لان في ناس كتيره انا شايفها ناجحه، وزي ما قلت لك قبل كده قول لنا منهم 3. في ناس كتير، ناس يا نهار من أبيض. وجهه نظر اسلام، مش الناس كلها ناجحه. ما احنا عارفين الناس كلها ناجحه بالارقام كل يعني الحمد لله كل اللي كانوا في البراند نيمز اللي اشتغلت فيها واشتغل فيها لحد دلوقتي كلهم ناجحين، بدليل ان هم في تايتلز. طيب خلينا نرجع نعيد السؤال بطريقه يعني تايتلز كلهم، كل الباتش بتاعي واللي اكبر مني والاكبر منه كلهم اسامي معروفه جدا جدا. خلينا نبعد عن الموضوع. حد اداك نصيحه والنصيحه دي غيرت فيك حاجه وانت شايلها له لغايه دلوقتي؟ في ما بقول لك كل واحد اداني نصيحه. ممكن اقعد ارسلك اقول لك 10 اسامي كل واحد. احنا قاعدين احنا عايزين نصيحه منهم، واحده اجمد نصيحه مثلا انت خدتها في دماغك دلوقتي. يعني نصيحه دلوقتي انت كنت هو زي مثلا ما انت قلت لي مثلا خليك لابس الجلابيه، ليه تخرج بره الجلابيه؟ فاكر انت الموضوع ده؟ اللي هو انت اديتني نصيحه، اللي هو انا حاولت ان انا اتغير وابقى كلاس A مثلا بتاع اعمار، ومش ما عرفتش لان دي مش تربيتي، او انا مش في الانفايرمنت ده. انت بقى قول لي حد اداك نصيحه زي النصيحه دي
وغيرت في اسلام. لا يعني طب قول لي اسامي للناس الكومن اللي انت عارفهم وانا اقول لك كل واحد قال لي كل واحد اخدت منه حاجه وحاجه واحده غيرت في اسلام. طيب نبدا من الاول خالص. اول ما بدات ريستيت عمرو فايز قال لي كلمه، قال لي كلاينت اللي ما اشتراش مثلا النهارده ده مش معناه انه ما اشتراش النهارده، مش معناه انه ما اشتراش، هو هيشتري تاني بس قدام، مش لازم ما اشتريت دلوقتي ما يشتريش. عندك محمد عبد الحافظ بيقول لي النهارده اخر يوم شغل. اعتبر دايما، دي مقولته دايما يعني، وانا باخد الحاجات الحلوه. اعتبر النهارده ان اخر يوم شغل ليك هو النهارده في مصر في ريستيت، هو يعني النهارده ايه؟ ان ابذل اقصى افورت ليك كل يوم عشان النهارده اخر يوم، فانت مش عارف بكره فيه ايه. وده بيقوله لي من زمان، بيقولها من زمان ايام بول ميلز وبيقولها. عندك ماجد طوبجي طبعا قال لي مره كنت مزنوق في لونش ومحتاس خالص والكلاينتس ما جالهاش اللي هي عايزاه، قال لي عندك حلين، يا تقعد تضيع مجهودك كله يا تفكر ازاي تحل. قلت له افكر ازاي؟ راح سيبني وماشي، قال لي حل انت فكر. وفعلا مشكله دي طريقه ماجد. هو عندك عندك حاجات كتير قوي. في بسال حسام عيسى بقعد اكلمه واساله في حاجات كتيره قوي. عندك حسام عيسى اخر مره كنا هنتكلبش لولا انا فاكر لغايه دلوقتي. حسام في البروجكت اللي كنا نخشه وعمل لنا الورق وقال لنا ده ما يدخل، عمل لنا الفيزيبيليتي وقال لنا لا. حسام طبعا شاطر جدا. في عندك في اسامي كتيره قوي، استاذ جورج كاستور، مصطفى باشمهندس مصطفى القاضي سي او اعمار قال لنا كلمه لينا كلنا السيلز مش قادر انساها. البوليسيز اللي بتتحط علشان الكونفليكتس وي والحاجات دي كلها. البوليسي مره قال لنا سيبكم من البوليسي خالص اللي بتاعت الكونفليكتس وبين الشركات والبروكرج وكله. قال لنا ايه الفرق بين الحلال والحرام؟ ليه امتى تقول دي بتاعتي ومش بتاعتي؟ لو هي حلال هتقدر تطلع تقول قدام الناس انا عملت 1 2 3 4 فهتاخدها بتاعتك حلال. لو خبيت حاجه مش هتقدر تقولها فتبقى حرام. بس هي دي البوليسي بتاعتك، امشي بقى على البوليسي دي مهما حطينا بوليسيز فيها باجز. فنستك اللي هي دينيا يعني اللي هي الحلال والحرام. عندك وجيه مره كان بيقول لي، هو اللي كان من الناس اللي قال لي مش لازم كله يبقى شبهك. دي برضو يعني في حاجه كل واحد، انا مش عايز انسى حد، انت استفدت منك في حاجات من غير ما تعرف، وكنت بتقعد تقول لي على حاجات لما اجي اقول لك في كذا كذا تقول لي اعمل كذا. لما جيت عايز اخس قلت لي يلا عشان فاهم يعني. في كل واحد بستفيد منه في حاجه حاجه مهمه قوي. تحب تقول لمين شكرا في حياتك؟ يا ناس كتير. واحد بس، هنختار واحد انت دلوقتي هتبعت له رساله وتقول له شكرا. لا ما كده ما هتعمل مشاكل. لازم حد عائلة يعني ولا عائلة يعني. هو السؤال لما بيتسأل بيبقى في إجابة بتنور في الدماغ. أنا مش عارف أنت بترد دبلوماسي عشان هم قايلين لك اعمل كده. لا طبعا ده مش طريقة. أقول طبعا شكرا لمراتي. ماشي ربنا يخليها لك، ربنا يخليها لك. خلينا نقول رأيك في البرنامج واحنا خلصنا. ايه ده لحقنا؟ والله لا ادام الحلقه ما انت ما حسيتش بيها يبقى كل الناس انا عايز اكمل. خلاص احنا وقتنا خلص وعايزك تنهي البرنامج ورايك فيه وتقول لنا فكره لو انت عايز تضيف فكره للبرنامج. رايي فيه انا طبعا دي اول مره اعمل حاجه زي كده، فانا شايفها حاجه حلوه جدا. اكسبوجر جديد. الواحد بيجتهد وبيشوف الدايركشن هيروح فين. دي فده بالنسبه لك يعني ده اجتهاد، انا شايفه حاجه حلوه. باشن جديد ليك عشان انت بتزهق كل شويه فبتحب تعمل حاجه جديده، ودي حاجه كويسه. بتجرب كتير. وقلبك جامد في الحاجات دي. ودي برضو بما تقولي مين اللي بيقول لك مقولات، يعني كان عمرو فايز بيقعد يقول لي جمد قلبك ما تخافش. انا بخاف، كنت الاول اشتري كتير اعمل حاجه اخد ستيب، هو يقعد يقول لي ما تخافش ما تقعدش تحسبها كده واحده واحده وبالبكره اتحرك وهتلاقيها مشت. ده برضو كان بيقول لي دايما جمد قلبك يعني. وعبد الحافظ برضو كان بيقعد يقول لي جمد قلبك. رايك في البرنامج برضو ما اختصرتليش. لا حلو جدا عجبني قوي. طبعا انبسطت جدا والوقت عدى فعلا والله. مش بقول كده انا يعني لما الناس بتقعد تقول كده انا بقعد اقول انا بقالي 45 دقيقه بتفرج على حلقه اكيد هم ما عاملينها. طيب انت عندك افكار نقدر نضيفها في البرنامج نفيد بيها الناس؟ لان البرنامج اصلا قيمته في ان احنا نسيب علم ينتفع به الناس. فانت لو عندك اي فكره ممكن تقولها لنا في البرنامج ونشتغل عليها ونطلع حاجه احسن من اللي احنا عملناها.
انا كان نفسي دايما يبقى في ناس بتعمل كده كتير دلوقتي، بس نفسي ان الناس الشاطره في الريستيت اللي هم الاسامي المعروفه يعملوا زي كورسز او سيلبس يعلموا بيه الناس، او يعملوا زي كيسز. زي مثلا في طب انت بتاخد القشور او البدايات بتاعت او صيدله بتاخد الدواء بيتعمل ازاي، بس التكنولوجي بقت عاليه قوي دلوقتي. فانا نفسي ناس تقعد بتوع ريستيت الكبار الاسامي المعروفه يدوا هم اوريدي الهيستوري والاكسبيرينس دي على طول للناس. هنجيبهم ان شاء الله. فدي اول حاجه. تاني حاجه تعلم الناس، يعني الناس اللي في ريستيت اللي في الاول يتعلموا، تديهم بريف، حتى لو بريف يبقى واقعي شويه، مش برودكت نوليدج او ماركت نوليدج، يبقى بريف عن السيلز عموما. فدي هتبقى ظريفه لو عملتها برضه. استمتعت معاك يا اسلام جدا، وانا والله مبسوط جدا. شكرا. وفعلا الوقت عدى بسرعه جدا. شكرا جدا. شكرا. سلام. خلاص تمام.